اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا اول حلقه من حلقات كورس الادوبي لايت روم. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. لايت روم مهم جدا لكل فوتوغرافر وكل مصور عايز يحترف التصوير. في لايت روم تقدر تعمل البومات، تقدر تعدل على الصور بشكل كامل. في اخطاء في الصور في التصوير تقدر تعدل عليها بعد التصوير وتعالج الاخطاء ديت. حاجات كتير قوي هنتعلمها في كورس اللايت روم. لازم تكمل الكورس لحد الاخر عشان تستفيد. والنهارده اول حلقة من حلقاتنا، وهنتعلم القوائم اللي عندنا ونعرف القوائم اللي عندنا ونعمل امبورت لاول صورة رو هنشتغل عليها. هنشتغل على ايه؟ على الرو افضل من الجيبك، لان الرو بيديلك تفاصيل اكتر وديتيلز اكتر عشان تقدر تعدل على الصورة براحتك. اول حاجة هنا ده قائمة اللايت روم اللي عندنا، او اول ما تفتحه يعني بيبقى شكله عامل كده. اول حاجه معانا النافيجيتور هنا، وبعد كده معاك شويه بانل. بعد كده هنا فوق عندك شويه ورك سبيس، لايبراري، ديفلوب، ماب، بوك، سلايد شو، برنت، ويب. عندك حاجات كتير قوي. احنا معظم استخدامنا هيبقى في اللايبراري والديفلوب. تمام. اللايبراري من هنا لو اتكينا عليها ورحنا على القائمة اللي في الجنب هنا هنلاقي كلمة import. import ديت عشان نقدر نستدرج أول صور لينا عشان نبدأ نشتغل عليها، وهنتك على كلمة import. أول ما تفتح كلمة import بتظهر لك قائمة تانية مختلفة خالص، وهي بيقول لك انت دي البارتيشن بتاعتك، انت هتاخد الصور بتاعتك من فين. نقول له انا حطيتها في السي، في الداونلود عندي، تمام، في الرو، تمام. انا اقول له انا عايز اعمل import شوية الصور ديت اللي هم الرو. اقول له تعالى. بعد ما عملت لهم import بدأ يظهر معايا الصور بالشكل ده تحت، وبدأ تظهر الصورة هنا في النيتف. يعني الصورة اللي انا معلم عليها بتقدر تظهر هنا ورقمهم لي. وبعد كده بيقول لك انا اقدر اعرضهم لك باكتر من شكل. انا اقدر اعرضهم لك باكتر من شكل. حابب تشوف ايه هنا؟ حابب؟ لا، طب انت مش حابب تكبر شوية؟ فكل دي طرق عرض للصور اللي عندك. ده كده اول فيديو معانا بنتعرف على الكورس اللي هناخده، عملنا امبورت الصور بتاعتنا. وانا ما بحبش اطول في الفيديوهات، بحب اديك معلومة خفيفة ولذيذة في كل فيديو عشان ما تزهقش وما تملش مني. بس اهم حاجة تعمل لايك وسبسكرايب وتتابع بقية الحلقات. ودلوقتي وصلنا نهاية الفيديو، أحب أختم الفيديو بكلمة لا إله إلا الله.